السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، صحة أفطاركم. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة المايونيز بدون بيض، بما أن البيض غالي فحبينا نستغنى عن البيض، وهذه الوصفة تناسب كذلك أصحاب المحلات. المكونات هذا الوصفة: عندي أول حاجة هنا عندي مغرف نتاع عصير ليمون، عندي كذلك نص كاس نتاع حليب يكون دافئ بارد جدا، لازم يكون بارد. عندي كذلك كاس زيت نباتي هنا نقصر اصبع. عندي كذلك فرماج البيدون، هنا استعملوا فرماج المتوفر عندكم، تقدروا تستعملوا فرماج المثلثات، المهم يكون بارد جدا. عندي كذلك مغرف كبيرة تاع الخل، استعملوا الخل الأحمر ولا أبيض، ملح، والمتوفر عندها تقدر تضيف كذلك مغرف صغيرة تاع المطارد. أول حاجة في الطاس تاع البغا ميكسور حطيت نص كاس حليب ومغرف معمر مليح نتاع فرماج البيدون يكونوا باردين مليح. زدت مغرف نتاع الخل أبيض، تقدر تستعملوا الأحمر، ومغرف نتاع الخل، ونضيفوا الزيت بالتدريج. من بعد نجيب هنا البغا ميكسور، شوفوا الطريقه اللي راح نخدم بها. نهبط البغا ميكسور نتاعي للاسفل ونضرب وما نهزوش، يعني نبقى نضرب حتى هذاك الخليط نتاعي يبدا يتقال معايا، ونبقى نضيف الزيت بالتدريج كما الطريقه اللي تلاحظوا امامكم. انا سر نجاح هذا المايونيز نتاعنا هو انه البغا ميكسور نتاعنا ما نطلعوهش، يعني يبقى في الاسفل، يعني ما نطلعوهش نهائيا حتى هذاك الخليط نتاعنا يتقال. وكذلك الزيت نضيفوه بالتدريج، ما نضيفوش دفعه واحده. شوفوا الطريقه اللي قاعده نضرب بها هنا، نخلط بها هنا، قاعده نخلط يعني في نفس الجهه، ومن بعد ندور في المحيط يعني بشكل دائري، والتدريج والزيت نضيفوه بالتدريج كما تلاحظوا هنا. الخليط نتاعي او بدا يبرد، بدا يتقال كما تلاحظوا هنا. شوفوا بعد ما تقال هذاك الخليط نتاعي هنا عادة نبقى نهز نخرج البغا ميكسور نتاعي، يعني نخلط، يعني نطلع ونهبط كما تلاحظوا امامكم. يعني هنا الصورة ابلغ من الكلام. اضفت كامل الكمية نتاع الزيت بالتدريج كما قلت لكم. شوفوا هنا، شوف هنا حتى تقال يعني، والوصفة ناجحة ب100%. شوفوا هنا نضرب، من بعد هنا نضرب يعني بشكل دائري، نخلط بشكل دائري. شوفوا هنا القوام نتاعو كيفاه. من بعد نضيف الملح، وفي هذه المرحله تقدروا تضيفوا مغرف صغيره تاع المطارد اللي متوفر عنده على جال اللون. انا هنا ما كانش متوفر عندي ولا نضيفه، لكن ما ضفتوش وجاء بنين. نزيد نخلط مليح حتى يدخل هذاك الملح مع باقي المكونات. شوفوا نخلط، يعني صدقوني هذه الوصفه بزاف اقتصاديه وناجحه 100%. حتى المايونيز هذا يجي خفيف وبزاف بنين. شوفوا هنا القوام تاعو، هنا ما حبيتش نقطع الفيديوهات يعني المقاطع باش تشوفوا كيفاش القوام تاعو، يعني جاء يعني كيما المايونيز نتاع المحلات، فقط لون يعني ما اضفتش المطارد، جاء ابيض. وانتم كي تضيفوا المطارد راح يعطيكم هذاك اللون الاصفر نتاع المايونيز المحلات. شوف هنا قاعده نفرغه معكم، يعني حبيت نوري لكم المقطع باش تشوفوا القوام تاعو، يعني جات وصفه ناجحه 100%. يعني هو صدقوني هذا المايونيز جاني حسيته بزاف خفيف على نتاع البيض، وكذلك راح يشد لكم فتره طويله، يعني ما فيش البيض اللي تخافوا منه. وكما قلنا يعني الوصفه اقتصاديه، حتى اصحاب المحلات يعتمدوها. بالنسبه للاحتفاظ تقدروا تحطوها في يعني بلارات تاع القزاز عندكم، وتغلقوهم وتحطوا في الثلاجه نتاعكم، وطبعا كي تحتاجوا تجبدوا. اذا نشوفوا هنا يعني القوام نتاعو كيف ما، يعني نتمنى الصوره تكون واضحه امامكم. يعني فقط جربوا هذه الوصفه وعلى ضمانتي راح تنجح معكم 100%، ومن اول تجربه باذن الله. اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، وتخلونا راكم في التعليقات. ما تنساوش البنات تدعمونا بجرم ابوني هكذا باش تشجعوني نحط فيديوهات خلاف. ونقول لكم صحه فطوركم، صحه سحوركم، وسلام الى فيديوهات قادمه ان شاء الله.